أهلا وسهلا مشاهدينا الأعزاء، ورمضان كريم عليكم يا رب. احنا كده في نهاية شهر 3 وداخلين على شهر 4. كنا قلنا كل شهر هنبعت برنامج التسميد، وكنا قلنا برنامج التسميد بتاع شهر مارس، ودلوقتي هنخش على برنامج التسميد بتاع شهر إبريل. برنامج التسميد بتاع شهر إبريل هيتغير سيكا كده عن شهر مارس. شهر مارس كنا بنعلي الأزوت قوي وبنحط مغنيسيوم، كل ده عشان المجموعة الخضراء وعشان التخزين الكربوهيدرات اللي موجودة في النبات، وبنقلل البوتاسيوم وبنحط كالسيوم بمعدل متوسط. دلوقتي هنقلب الآية شوية ان احنا هنفضل على الازوت زي ما هو لحد نص شهر ابريل، وهنبتدي نرفع معاهم الكالسيوم. البوتاسيوم هيفضل منخفض معانا، لكن هنبتدي نرفع الكالسيوم ونقلل المغنيسيوم شوية. فلو كمية الكالسيوم كنا مثلا بنحط 3 كيلو للفدان، لا ممكن نوصل ل4 كيلو 5 كيلو للفدان، لأن الكالسيوم مهم أوي في الفترة اللي احنا فيها ديت. الأزوت هيفضل معانا لحد نص الشهر، ومن أول نص شهر 4 نبتدي ننزل بالأزوت تدريجي ونرفع البوتاسيوم تدريجي. يعني لو احنا بنحط 4 كيلو نترات نشادر وبنحط 2 كيلو بوتاسيوم، نبتدي نخلي 3 نترات نشادر و3 بوتاسيوم طوال شهر، نص شهر 4 واحنا ماشيين. وفي شهر 5 ان شاء الله هندي برضو المعطيات بتاعت شهر 5 من التسميد. ده بالنسبة للتسميد. بالنسبة للرش بقى، الرش في شهر 4 مهم جدا، وهو اللي بيعتمد عليه حاجات كتيرة قوي. فأهم الرشات اللي هنبتدي نشتغل عليها رشة الكالسيوم بورون، ده أساسي تترش كل من 10-15 يوم. رشة عناصر دي مهمة جدا، حديد زنك منجنيز. رشة مغذيات أو طحالب، ممانعات للإجهاد والكلام دوت، ومحفزات للتزهير. ديت بتتمثل في صورة، يعني ممكن ناخد العناصر معانا مع حاجة اسمها الكلباك، دي سيتوكاينين. وممكن ناخد رشة منشط أو دافع تزهيري عالي الفسفور، ودي مركبات كتيرة موجودة في شركات كتيرة اسمها دافع أو محفز تزهيري، بيتشجع على التزهير وبيتشجع على إن حبوب اللقاح تكون خصوبتها عالية، فبتضمن لنا تلقيح كويس وخصوبة كويس. ده برنامج اللي هو المكافحة وبرنامج التسميد في شهر إبريل، وهو شهر بيبقى مكثف من حيث الري ومن حيث التسميد ومن حيث الرش، لأن من شهر 5 أو نهاية 5 احنا المفروض بنبقى جاهزين لمرحلة التزهير أو بداية أول فوق تزهيري موجود عندنا. وده شكل الأناناس اللي كان بيسألني على الأناناس. ادي احنا في نهاية مارس، وعندنا موجود أناناس لسه. طبعا الأناناس بيبقى موجود في معانا من شهر 4 لحد شهر 8، وهو الأكتر بيبقى شهر 7 و8، هو أكتر شهر فيه الأناناس. فده اللي كان بيسألني على موضوع التسميد والري والمكافحة في خلال شهر إبريل. شكرا.